كالعادة الخردة الروسية اللي كتعتمد عليها الجزائر باش تحارب المملكة المغربية الشريفة، أكبر مسرحية وضحكة والله هادي. دابا المشكلة الضحايا الاثنين إيرانيين، جوج ديال الناس اللي ماتوا إيرانيين وأربعة جزائريين. دابا خصنا نعرفوا شنو كانوا كيعملوا دوك جوج الإيرانيين في ديك الطائرة عسكرية في المطار ديال الجزائر بوفارك، حيت هي الطائرة يلاه كانت عتقلع، حيت هاد السلاح اللي عند الجزائر كيطيح باقي يلاه طالع، ما كيدير كيعمل والو في السما. هادشي هذا غير في الارض يلاه كيقولوا بسم الله كيجيب الله التيسير. دابا حنا خصنا نعرفوا، حنا عارفين باللي كاين تعاون عسكري، ولكن في هاد الظروف هادي وايران في الحرب والحرب في الاشد ديالها، عتنوض الطائره تسقط في المطار بوفاريك وفيها جوج ديال الناس ايرانيين وعيتوفاو. وعلاش يعيشوا اربعه جزائريين زعما؟ علاش عيموتوا الايرانيين وعيبقاو الجزائريين؟ المهم انا هذا هو السؤال اللي محيرني. والسؤال الثاني هو ترامب خصو يعرف بهذه المساله، باللي شي حاجه تما فين مشى هاد الطياره، علاش بالضبط في هذا الوقت هذا عاد عطيح، وعلاش جوج ايرانيين عيتوفاو اربع جزائريين عيعيشوا. المهم الجزائر دائما كتبقى عندها خرده محرفه لا غير في الصعود، اما في السماء عمرنا في التاريخ ديالنا سمعنا شي معركه او شي انجاز جزائري. دائما الله الوطن الملك وعاش الملك.